لو انت مفكر انك ب 200 جنيه تقدر تعمل مشروع كامل متكامل وتقدر تبيع من ورا ال 200 جنيه دي بس، فاسمح لي اقول لك ان كلامك صح. ركز معايا عشان اقول لك تعمل كده ازاي. الماده دي اسمها ماده الكونكريت. ماده الكونكريت ديت فكرتها بسيطه وسهله وسلسه. قبل ما اقول لك بتشتغل ازاي تعالى اوريك بتعمل ايه الاول. التحف اللي قصادك ديت مصبوبه كلها بماده الكونكريت ومتلونه بالوان سهله وخفيفه وبسيطه وطريقتها بسيطه جدا. ركز معايا وهشرح لك بالتفصيل الممل ازاي تطلع منتج. عشان نطلع منتج زي دوت بنحتاج الماده دي اسمها ماده الكونكريت. نحط عليها شويه ميه، نقلبها نصبها في قالب سيليكون ويطلع لنا بالشكل اللي احنا عايزينه. القوالب السيليكون ديت اشكال كتيره جدا جدا، ده الشكل النهائي اللي احنا بنبقى عايزين نطلع بيه من ورا ماده الكونكريت. ليه بقى بكلمك على ماده الكونكريت تحديدا؟ لان الكيلو من ماده الكونكريت ب 55 جنيه. القطعه ديت تقريبا 100 جرام، يعني الكيلو يقدر يعمل لنا 10 قطع من القطعه ديت. القطعه ديت لوحدها بتتباع على الاقل ب 70 جنيه. عشان كده ده اكتر مشروع ممكن تبداه ب 200 جنيه، ناجح ومربح وسريع وسهل جدا جدا. الحلو بقى انك تقدر تنوع وتكرر وتعمل حاجات كتير قوي خلال الالوان اللي هتلاقيها موجوده. بقى الباكج اللي انا عاملها لك لماده الكونكريت حاطط لك قوالب وحاطط لك الوان وحاطط لك حاجات ثانيه كتير هتساعدك ان انت تبدا المشروع دوت بكل بساطه وما تشتريش غير اللي انت محتاجه عشان اللي تصبه تبيعه او تستخدمه لنفسك. لو عندك اي استفسار ابعت لنا تحت في الرسائل واحنا هنرد عليك. ولو عايز تطلب باكج الكونكريت هنبعتها لك لحد باب البيت وتوصل لك خلال 3 ايام.